بنت واحدة صاحبتي اتخطبت وفركشت في أقل من شهر. ملحقناش نقول مبروك، ملحقناش نجيب الشبكة، وملحقناش نفرح، وملحقناش نعمل أي حاجة. وإيه السبب؟ السبب إن هي زي 80% من البنات عروسة لازقة، لازقة بمعنى الكلمة لازقة. أول ما اتخطبت خلاص عريس يا بوي، عريس يا بوي. تصحى من النوم، ايوه انت فين، رحت فين، جيت منين، رحت الشغل، قابلت البنات، زمانك قابلت البنات، كلمت مين، كلمتها، لا مش وحشتني. وحشك ايه ده، انت لسه عارفاه بقالك 3 ايام، ملحقش خالص يوحشك، انت عايشه حياتك كلها من غيره. انت مصدقه نفسك بجد، مصدقين نفسكم ان انت تبقي اول ما ترتبطي بشخص خلاص بقى هو محور الكون، وبقى هو الحب العمري، وبقى هو حياتي، ورحت فين وجيت منين وكلمت مين وبتعمل ايه. لا، وهتيجي تشوفني امتى، وهشوفك امتى، وهشوفك كم مرة، انا ما شفتكش غير مرة واحدة في الاسبوع، انا مش عارفة ايه. وتفضل كأنها هي يعني طول حياتها. تعرفوا حرفيا كان بقالها بالظبط اقل من شهر بتعرفوا. ما ينفعش. انت عايزه ايه؟ مش عايزه ارتباطك ده يكمل؟ مش عايزه ربنا يكرمك وتكملي على خير؟ اوعي تعملي كده، اوعي تبقي عروسه لازقه. مفيش راجل ابدا 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 بيحب البنت اللازقه. مفيش واحد هيحبك وانت لازقه، هيزهق منك، هيتخنق منك. فانت ما تخنقيهوش. مش انت التارجت بتاعتك انك تكملي على خير؟ ما تخنقيهوش، ما يبقاش هو محور الكون. ليه محور الكون؟ عيشي حياتك عادي جدا. انا اتخطبت، انا ارتبطت، خلاص عيشي حياتك عادي جدا جدا، وهو جزء من يومك، هو لسه مش جزء، فهو جزء من يومك.